ثانيا يا اخوان سيتم ازالة توكن المقاذة. نعم يا شباب، من بداية حدث التوتس، من بداية حدث التوتس سيتم ازالة توكن المقاذة يا شباب، وسيتم اضافة الشارت. نعم يا شباب، سيتم اضافة الشارت بس بنظام مختلف. تمام يا شباب، وبهذا الفيديو سوف اشرح لكم النظام ومتى سينضاف وكيف سينضاف وايش النظام المختلف هذه راح نضاف فيه الشارت. بس قبل البدء لا تنسوا ما تعملوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد. نعم يا شباب، والوسيلة الوحيدة لحتى تدعموني وهي ان تعمل لايك واشتراك بالقناة والتشارك هذا المقطع مع اصدقائكم، مع كل واحد يعشق لعبة فيفا موبايل. وكمان اهم شيء يا شباب، لا تنسوا ما تصلوا على الحبيب محمد في الكومنتات. ويلا بينا الى الفيديو، ليتس جو. اليوم يا شباب في هذا الفيديو سوف اقسم لكم هذا الفيديو الى اقسام، واهم شيء القسم الاخير الذي في نهاية الفيديو لا تفوتوه. تمام يا شباب. شوفوا يا شباب، النظام الجديد اسمه نظام التعاقد مع النجوم. نعم يا شباب، اسمه نظام التعاقد مع النجوم. فالنظام هذا يا شباب انت تستخدم التوكن الجديد، توكن جديد اسمه شظايا النجوم. وفائدة التوكن هذا يا شباب انك تختار به لاعبين تتعاقد معهم في فريقك باختيارك انت. طبعا هتسألوني كيف نجمع التوكن يا مستر. اقول لكم هم 3 طرق يا شباب. اهم شيء انكم تركزوا على الطرق هذه الثلاث. انا قلت لكم راح اقسم لكم الفيديو هم 3 طرق راح تجمعوا بهن التوكن. الطريقة الأخيرة أهم شيء راح تكون في نهاية الفيديو يا شباب، ركزوا منيح. أول طريقة إنك تستغني عن لاعبين معك في التشكيلة، أو لاعبين تجيلك مش محتاجهم، يعني اللاعبين تجيلك من البكس وما أنت محتاجهم، وكل لاعب تبدله بعدد معين من التوكن. تمام يا شباب. ثاني طريقة إنك تجمع من الأحداث ومن المهام، هذا الثاني يا شباب الطريقة. أما الثالثة إنك تشتري من المتجر، يعني تشتري من المتجر. طيب هتجي تقول لي إزاي تتعاقد مع اللاعبين؟ موجود يا شباب في قائمة لاعبين فيها لاعبين 117 و118 و119 والذي منه. فأنت يا عزيزي المشاهد تختار اللي أنت محتاجه من اللاعبين. تمام يا شباب، هتقوم أنت هتختار لاعب اللي أنت محتاجه، واللاعب ده على سبيل المثال أوفر 117، فتلقيه محتاج منك 750 شارت عشان تتعاقد مع هذا اللاعب في فريقك. ولو لسه مش معاك العدد يكفي فأنت بتخطط في قائمة بتحطها في قائمة المراقبة. تمام، حط هذا اللاعب في قائمة المراقبة الأمانيات لحد لما تجمع العدد وتشتري. تمام، باختصار يا شباب في قائمة بينها لاعبين 117 و118 و119. تمام يا شباب، مثلا أنت تختار لاعب 117، تشوف إن منك محتاج منك 750. كيف تفعل وتتعاقد مع هذا اللاعبين؟ راح تحط اللاعب هذا تحت المراقبة، يعني تفعل علامة مراقبة. تمام يا شباب، ولما تجمع تشتري. تمام. طيب هتقول لي معنى كده ان نظام الدرافت مستمر؟ اقول لك نعم، ايوه مستمر يا شباب، ونظام الشرط هيبقي هو بديل توكن المقايضة. وكده الشركة قدرت توازن بين النظامين، وما خسرناش نظام الدرافت، وعوضتنا اللاعبين برجوع نظام الشارت. وبس كده يا شباب كان نظام الشارت الجديد سهل وبسيط. واهم شيء يا شباب ان هذا النظام يعني كأنك رئيس نادي، نظام تفعل صفقات مع اللاعب اللي تشتري، وان الحظ يكون في الدرافت قوي ولا ضعيف ما يهمك هذا الشيء، لانك انت راح تكون تفعل صفقات مع اللاعبين اللي تشتري. تمام يا شباب، تشوف المركز اللي انت تشكيلته ضعيفة تفعل صفقة، يعني كأنك رئيس نادي وحركات وتفعل أشغال. أهم شيء هذا الطريقة يعني بسيط ولا سهل؟ اكتبوا لي في التعليقات هل هو بسيط أم صعب. أهم شيء يا عزيزي المشاهد نفس ما أقول لكم في كل فيديو، الوسيلة الوحيدة لحتى تدعموني اللايك والاشتراك بالقناة وتشاركوا هذا المقطع مع أصدقائكم في كل مكان. أهم شيء يا عزيزي المشاهد أنت حتى الآن ما قد فعلت لايك، فعل لنا لايك، اشترك بالقناة، وتعليق حلو نفسك يا حلو. وأنا أقول لكم في أمان الله، أستودعكم الله.